يسعد أوقاتكم أصدقائي الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو استثنائي لهاليوم هذا. امبارحة كان موعد الزيارة الأولى الرسمية للوفد السوري إلى المملكة المغربية الشريفة والالتقاء بالمسؤولين المغاربة وعلى رأسهم الوزير بوريطة. افتتاح السفارة السورية بالرباط كان امبارحة، يعني يوم تاريخي ويثلج الصدر لعودة الروح وعودة الإخوة ما بين بعض كما كان سابقا. المغرب وسوريا يعني تاريخ من المحبة، تاريخ من الألفة، تاريخ من العطاء والتبادل الثقافي والتبادل الأدبي وكل التبادلات التجارية بما فيها كمان. امبارحة وزيرنا الشيباني أبو عائشة الله يرضى عنه يا رب، يعني عن جد أحلى استقبال كان بالمغرب. لكن إذا منوقف ومنرجع لورا شوي صغيرة، بتتذكروا أنا أول شخص أعوذ بالله من كلمة أنا لما قلت سوريا تغلق مكتب البوليساريو بدمشق، ورح تصورت لكم من قدام مكتب البوليساريو كيف تم إغلاقه بعد سقوط النظام البائد. فورا إغلاق مكتب البوليساريو من دمشق الأمويين، من سوريا الأبية الحرة، من عين المكان، من أمام مكتب البوليساريو الوهمي. اليوم تم إغلاق مكتب البوليساريو من دمشق الأمويين من عين المكان. المكان هو مكتب البوليساريو يلي كان عم يستعمله النظام ضد اخوتنا المغاربة. ليش؟ لأني المغرب طرد السفير السوري للنظام البائد وأغلق السفارة بالمغرب وأغلق سفارة المغرب بدمشق. معناتها شو الموضوع الحكي؟ الاعتراف بالصحراء المغربية، الاعتراف بوحدة التراب المغربي. النظام السوري الحالي يعترف بمغربية الصحراء، وهذا شيء مفروغ من أمره. 54 سنة النظام السابق البائد هو عم بيكذب علينا. لكن إذا بنرجع شوي صغيرة كمان، أنا لما طلعت على مقبرة الشهداء، شهداء التجريدة المغربية بسوريا، ورحنا ترحمنا عليهم، يمكن القلب عم يرجف، يمكن في شعور غريب اني انا وصلت على مقبرة التجريدة المغربية شهداء المغاربة. نحن هون بالخلف ما في نفوت أكثر من هيك لظروف أنتم بتعرفوها. في شعور غريب يا جماعة أنا عم بحس فيه. أنا بعدكم واليوم جاي بالزي المغربي، اليوم أنا بالزي المغربي جاي ورافع الراية المغربية من قلب القنيطرة، وبفتخر بعلم بلادي، علم الثورة السورية يلي شرفنا، يلي نحن بنفتخر فيه. بنفتخر بأهل المغرب وأهل سوريا. أنا لما نزلت على سوق الحميدية ونزلت على المسجد الأموي والتقيت بالأخوة السوريين هنيك، وسمعتوا شو حكوا عن المغاربة، وسمعتوا كيف العالم مبسوطة بإعادة الروح، بإعادة اللي كنا نحن مفتقدينه. واي جينا لهون قلنا لكم المغرب من دمشق هنا للمغرب. دائما المحب توصل كلمته، فلذلك أهل سوريا كلياتهم بتشكروا أهل المغرب. ديما المغرب كلياتكم مع سورياكم. نعم. بزمانه في أحد الثوار الكبار زار المغرب، حسب معلوماتي زار المغرب نفس الديسان هذا بالضبط، بالزار تعمر هون بالشام. وهي الراية المغربية يلي نحن منموت فيها من أرض الشام. منقول لكم هنا المغرب، من طنجة تل قويرة، من مسجد بني أمية هنا الرباط، هنا المغرب. مرة جانا زيارة جلالة الملك على الشام بأول ولايته، تمام، وإجا هو بالجامعة العربية اجتماع القمة. نعم، يمكن إجا لهون وفات على سوق الحمدية وأكل بوظة وراح زار المسجد الأموي، وله ميزة كان شبابي يعني
لابس هالجينز والتيشيرت ونازل، ما عرفوه العالم اللي ما بيعرفوا هالاخبار ما عرفوه. الله 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 الله. فاليوم التبادل يلي صار، وبتتذكروا كمان مرة تانية أنا قلت لكم رئيسنا أحمد الشرع جاي على المغرب وجايين 23 مليون معه. نحن هي مجازيا لأنه ممثل الشعب السوري رئيسنا أحمد الشرع، وإن شاء الله هي تمهيد لزيارة أحمد الشرع، هو افتتاح السفارة المغربية إن شاء الله بإذن واحد أحد قريبا جدا، قريبا بالقريب العاجل رئيسنا أحمد الشرع رح يكون بالمغرب لملاقاة الملك جلالة الملك محمد السادس نصره الله. كل هذا الشيء منشوفه ورح نشوفه إن شاء الله، التبادل التجاري، التبادل الثقافي، التبادل الأدبي. المدرسين للغة العربية الفصحى نحن معروفين عنا بسوريا نتمتع ونتغنى باللغة العربية الفصحى يلي كانوا عم بيدرسوا هون المغاربة. مادة اللغة العربية رح ترجع إن شاء الله مرة تانية، رح يصير في منح مثل ما حكوا امبارحة أن في 100 منحة للطلاب السوريين أن يكونوا بالمغرب. هذا لسه أول المطر قطرة، والقادم أجمل بإذن الله. المهم إنه عدنا لبعض، المهم لو كل واحد قاعد ببلده، مو يعني مثل ما عم بحكي قلت لكم أنا جايين لعندكم لهون، لا نحن قاعدين ببلادنا، وأنا هلأ قاعد عندكم وكأني قاعد ببلدي، وما في عمري حسيت إني أنا غريب. لكن نحن الفرحة يلي عمت هي الراية السورية، راية وطننا، وهي الراية المغربية يلي أنا بفتخر فيها وبحطها أنا وسام على صدري. لكن شيلوا هذا على جنب، شوفوا شو جايب معي أنا من سوريا. اتقاشر لأبو رقبة، شوفوا عم بيقعدوا الاتقاشر بسوق الحميدية، إذا بدكم بعطيكم منهم. جايب معي كم واحد يلي بحب تلبسوهم تكبوهم بالزبالة، المهم حتى تشوفوا كيف. نرجع لموضوعنا. المغرب فتح أبوابه لسوريا. المغرب أول دولة هي ما رضيت للنظام السوري تطبع معه، ما رضيت بالظلم للشعب السوري، وأغلقت السفارة دمشق وطردت السفير للنظام البائد. وأول ملك بيروح بزور مخيم الزعتري بالأردن وطبطب على جراح اللاجئين والمستشفى الميداني. يعني هذا العطاء كلياته من اخوتنا المغاربة، من القيادة الحكيمة يلي هون. فمن واجبنا نقولكم نحن شكرا، من واجبنا نقول نرد التحية بالتحية، من واجبنا نقول إن الصحراء مغربية من طنجة القويرة، ومن واجبنا نروح نصور بالعيون ونروح نصور بالداخلة ونروح نصور ونشوف حتى تشوفوا نحن فرحتنا وحدة. ومن واجبكم انتم كمان تقولوا وحدة التراب السوري، سوريا موحدة بإذن رب العالمين، وشعب المغرب وشعب سوريا شعب واحد، لكن يعني قلب انقسم نصين، واحد بالمغرب وواحد بسوريا. يعني أنا قلبي إذا بدق بدمشق، لكن دقاته بتسمع بالداخلة، بتسمع بالعيون، بتسمع بطنجة، بتسمع بالقويرة، بتسمع بالرباط، بتسمع ببراكش. هذا هو الحب المتبادل ما بين بعض. أنا هذا كان الفيديو عملته عم بعمله بالأحرى حتى لكم على محبة ووحدة الشعبين ما بين المغرب وسوريا. الله يحفظ دولتنا سوريا الحرة الأبية، ويحفظ شعبها، ويرجع بناء الأعمار، إعادة البناء إن شاء الله، وتتأهل سوريا وتعود لأوجه وعطاء، ويحفظ المغرب وشعبه الطيب، وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله. كل الحب والاحترام من مواطن سوري حر مقيم بالمملكة المغربية طرد أبو رقبة. هذا هيك أو هيك لأنه رقبته طويلة، من كان من المغرب. أنا بحييكم، مازن أيوبي. كل الحب والاحترام. السلام عليكم.